الضربات القوية التي وجهها الجيش الوطني الشعبي للجماعات الدموية أدت إلى القضاء على أغلب عناصرها وأخطرهم، ولم يبق منهم إلا القليل يلجؤون في الغالب إلى أساليب جبانة ومحاولات يائسة للنيل من أمن المواطن وسكينته، كاللجوء إلى زرع القنابل التقليدية في المسالك والطرقات لاستهداف قوات الأمن والمواطنين. إن عودة الأمن والطمأنينة إلى هذه المناطق وغيرها لم يكن بالأمر الهين أبدا، لقد كان الثمن غاليا وغاليا جدا. رجال بل أبطال يستحقون كل التجلة والعرفان قاموا بواجبهم كاملا وقدموا أرواحهم فداء للوطن. وقائمة طويلة لجرحى ومصابين قاوموا بكل شرف ونبل، وآخرون في ربيع العمر ضحوا بشبابهم من أجل وطنهم، كتب لهم عمر جديد وما زالوا ينبضون بالعطاء بكل فخر وشموخ. وكاين اللي طاروا له زوج رجلين وزوج يدين وزوج عينين وقال الحمد لله. سما انا بارابور انا ما مديت والو لبلادي، ماني عاطي لها حتى حاجه الحمد لله. داو مني قليل ومازال لي كثير، مازال لي زوج يدين وكراع وعينين ومازلت يعني قادر نكافح بها. ما طارش في حاجه ولا طارت في سبيل الله، في سبيل الوطن، في سبيل البلاد هذه. وما احنا رانا هنا ورانا دائما القدام، والجزائر مازال عندها رجال، والحمد لله مازالت كاين رجال ومازالت البلاد هذه واقفه ومازال واقفين وما نسمحوش في هذه البلاد مهما يكون ثمن. انا الحق مانيش على باطل، انا راني نكافح على الحق لانه هما تعداو على الوطن هذا. راني كيما نقولوا جزء من الثمن اللي تدفع على جال البلاد هذه باش اليوم الناس تعيش الاستقرار هذا. انا كيما يقولوا فخور كيما هكا راح تجلي على جال البلاد هذه الحمد لله. ورشيت بلادي قدامي كما راش هبوي، ونموت على بلادي كما مات عليها بوي. مش قايرني انا فرح، مش قاير انا الوف مني انا وين بن شبيبه كما الله يحفظها ما شاء الله راح يجوز لي. سامي ابن 23 ربيعا بطل آخر من أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين قاموا بواجبهم بكل شرف. قسنا في خدمة البلاد، قدمنا لها تضحيات، درنا الشيء اللي علينا ونورمال عادي. تستاهل أكثر هكذا، مازلنا قادرين نزيدو نضحيو هكا عادي خويا. والحمد لله البلاد كيما نقولوا هذه مازال فيها رجال وتقعد ديما ان شاء الله هكذا. هذا الشيء اللي نتمناه.